صباح الفل. فدوى مواهب، معرفش الناس سايبينها كده ليه، ملهاش اهل يسألوا عليها. فدوى مواهب دي مطلوقة كده على الناس كده تقل ادبها وخلاص. اول ما ظهرت فدوى مواهب راحت قايله لك ايه؟ بقول لكم ايه يا اطفال، مفيش حاجة اسمها دين غير الدين الاسلامي، اي ديانة تانية اصلا مش موجودة. كنوع من انواع الكراهية والعنف، بس العنف والكراهية في قلوب اطفال صغيرين ما يعرفوش حاجة. ظهرت بعدها يعني بفترة الايام اللي فاتت وقالت لك اللي بيحصل في العلويين حلال، موتوهم، احنا بنحب المناظر الدموية. محدش يتكلم، محدش قال انت بتعملي ايه يا فدوى يا مواهب. تالت حاجة راحت المتحف الكبير وراحت قايله لك ايه؟ بقول لك ايه بقى، راحت مشغلة آية قرآنية إشارة منها إن الفراعنة دول عالم كفار. طلعت بعض الناس وقالت لك يا جماعة يعني الفراعنة دول أجدادنا برضو، عيب الكلام ده كله. محدش ليه راضي ياخد إجراء ضدها. هي مين دي أصلا؟ أنا عايزة أقول للمفروض يحصل أو للحكومة المصرية، أي حد يؤيد القتل والذبح والدموية هو داعش، ولابد من محاكمته. يعني أنا بستغرب إن في ناس في مصر موجودة بتأيد القتل والذبح. كلنا كنا ضد اللي بيحصل في غزة، كلنا ضد أي حاجة بتحصل في أي دنيا من القتل والذبح. يا جماعة إحنا مش بنقتل خرفان، إحنا بنقتل بشر. أنا مش قادرة أستوعب ده، والناس دول خطر، وجودهم وسط المصريين خطر. اللي بيأيد الذبح والقتل وجواه شر ده خطر علينا مصريين. يا ريت نبلغ عنه ان هو فكره اصلا داعشي، لانه لو استمر وسطينا احتمال نلاقيه بيفجر نفسه في احد الكنائس. صباح الفل.